شكرا حسين. في هذه اللحظات معنا من جديد واحد من أنشط الصحفيين العرب هنا في المركز الإعلامي، الزميل العزيز سيف بركة من السودان. سيف، نرحب بك من جديد. نبدأ من مباراة المغرب وفرنسا بالأمس، كيف كان اللقاء وكيف كان حضور المنتخب المغربي بالرغم من الخسارة؟ والله مرحبا بك زميل العزيز احمد، تحيه لك والتحيه لحسين والتحيه لكل الجمهور العماني المحب والعاشق لكرة القدم. بالامس صراحة يعني يمكن صراحة خروج حزين. يعني صحيح انها النتيجة كان متوقع انه المنتخب الفرنسي هو الذي سيفوز في هذه المباراة على الورق، واكدوا عمليا داخل ارضية الميدان لم يجد ادنى عنا في انهاء الامور لصالحه. الهدف المبكر لعب دور كبير جدا في هذه النتيجة. صدمة الهدف المبكر اثرت نوعا ما على الفريق المغربي، بالاضافة انه المدرب وليد الركراكي صحيح اعتمد على عناصر معينه بعينها. يعني الفريق اللاعبين الموجودين ليس هناك اي عنصر من المفاجاه، اضافه الى رومان سايس اصلا كان مصاب وكان عبء على الخط الخلفي. يعني يخسر اكرد ويخسر سايس كان بالنسبه له كبيره جدا، فاصر على انه يسرق سايس وجاء خصما على المجموعه. الهدف اقطع كلامك بالخير، نبقى مع هذه الجزئية. هل غامر أيضا وليد الركراكي؟ يعني هو كان عارف أنه سايس ما جاهز 100%، هل أخطأ في البدء في اللقاء؟ ايوه، ده واحد من اكبر الاخطاء. اذا كانت اللاعب ليس جاهز بنسبه 100% لا يستطيع ان يديك. شوف عمليه السبرنت اللي عمله اللاعب جيرو في اللقطه اللي ضيع فيها كان هدف ثاني. سايس ما قدر يكمل معه وطوالي جرى استبداله بعد هذه اللقطه. هذه توري انه كان في اللقطه اللي رجعت ضربت في الدفاع ورجعت هرنانديز ما كان من غير تغطيه لوحده، ولا حكيمي ولا سايس اللي هو دي المكان المفترض يكون فيها. اضافه الى انه ياسين بونو وقف في مكانه، عارف لو اخذ خطوه ناحيه الكره كان ممكن يضيق عليه المساحه، لانه هو لحظه ضرب الكره كانت صعبه. يعني الكره ما جاته في نفس المكان هو اللي هو موجود فيه، هو اخذ على الطاير بالمساحه بتاعت القدم. فهو لو كان قريب كان الكره حضرت في جسده على اقل تقدير ودخل خارج الملعب. لكن ده جزء اثر في الهدف المبكر، جاء 5 دقائق اثر على شكل المجموعه. شهدنا اخطاء لم نشهدها في المباريات الماضيه، سواء كان من خط الوسط المدافعين اعني هنا اوناحي ومرابط، بالاضافه الى قلبي الدفاع. فدي واضح انه الارهاق ايضا اخذ ما اخذه من المنتخب المغربي، لكن ايضا في كلام كبير حول ركله جزاء للمنتخب المغربي تحديدا لبوفال بعد عرقله هرنانديز. الحكم ما عاد حتى للفار ولم يحتسب شيء في اللقطه. هي هذه اللقطه صراحه لا احد لاحظها الا في الريبلاي. عمليه الاعاده لما عادت وضحت اللقطه كانت واضحه، لانه اللاعب بوفال هو كان ذاهب للكره وتم اعتراضه من قبل هرنانديز، واللقطه الاعاده وضحت ذلك. انا كنت اعتقد بانه حتى كان زميلي ايمن عمر كنا قاعدين مع بعض، فقلت له مفترض حكم الفيديو ينبه الحكم لانه الحكم لم يرى الحاله. ففي هذه الحاله مفترض حكم الفيديو، ودي كمان بتودينا لصيغه خطيره جدا. يعني يبقى حكام الفيديو على اهواهم. انت لقطه امامك، بلغ الحكم يرجع يشوف الحاله، بعد كده يقدر هو بلنتي هي ركله جزاء ام لا. فهذا خطا كبير جدا مفترض الناس تقيف عنده، وكان بالامكان تحتسب ركله جزاء والمنتخب المغربي يعود في المباراه. كان ممكن تغير كثير جدا من المباراه، بمثل ما الهدف الاول اللي جاء مبكر غير الدفه ودى المصالح الافضليه بالنسبه للفريق الفرنسي. فانا اعتقد بان ركله الجزاء كان ممكن تعيد المغرب نفسه يا احمد ضيعت فرص كثيره جدا في المباراه. يعني الفريق صراحه ما كان نجاح الهجوميه ما كانت موجوده. عمليه الفينش للهجمات وتيحت عدد كبير جدا من الفرص لم تتاح في مباراه اسبانيا. طيب، على ذكر المهاجمين والفرص اللي كانت موجوده، نزول حمد الله عبد الرزاق حمد الله هل اضاف للمنتخب المغربي ام كان عبء على الفريق؟ والله هو شوف، هو من اللاعبين الذين يمتلكون جوده عاليه، وكونه يخلق فرص ويصل المرمى هذا يدل على انه الرجل يملك امكانيات كبيره، لكن معابه هو سوء الحظ والتركيز، وفي نفس الوقت ايضا التاخير في اتخاذ القرار. انت في بعض الاحيان محتاج للمسه بسن الجزمه عشان تقدر تنهي الامور. انت داخل خسيت، ما عايز استلام، ما عايز تاخذ تفكير واحد سريع والتنفيذ مباشره. فبالتالي انت محتاج، لانه واحد فكر قبلك هياخذ القرار انت هتقول نفسك اتاخرت. فهذا هو معابه في هذه الجزئيه. فالمنتخب المغربي ككل ضيع بنفس الطريقه، ضيع عدد من الفرص. فالمغرب كانت محتاجه ان تعود في المباراه. ركراكي غير بمركز كالعاده كما كان في مرحله المجموعات. كان بامكانه انه يضيف مهاجم ثاني لانه محتاج زياده عدديه في الصندوق. كان ممكن يكون حمد الله بجانب اللاعب المتالق برضه كمان النصيري، كان ممكن يدوا اضافه كبيره جدا مع بعض ويقدروا يكملوا مع بعضهم البعض. لكن سحب النصيري برضه قلل من خطوره الفريق بشكل كبير. شكرا جزيلا سيف. بارك الله فيك يا محمد، تسلم، الله يخليك. اذا حسين، هكذا كان حديث الصحفي السوداني سيف بركه. عوده لكم من جديد.